يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى اخوات وعلى احلى متابعين في الدنيا كلها. شايفين الصينيه مبكبكه وطالعه بقى، بصي لسه طالعه من الفرن طازه. عملنا احلى صينيه مسقعه باللحمه المفرومه وفلفل الوان، وتقدري كمان تحطي فيها خضار. في اللحمه المفرومه يعني اي خضار عيالك مش بياكلوه تقدري ايه تحطيه في اللحمه المفرومه و... وهتطلع تحفة. بصي الجبنة بتمط ازاي، شايفين الجمال؟ تقدري تعمليها برضو من غير جبنة. وشايفين الصوص بتاعها ده للناس اللي بتفضل تاكل المسقعة على الرز، وفي ناس بتحب تاكلها زي حالتنا كده ايه بالعيش ناشف بقى، عيش طري وجنبها حبة مخلل. والله احنا ما كناش حتى جنبها مخلل، وكانت عسل. يلا بينا بقى نسمي الله وندخل على الفيديو ونشوف كده ايه عملنا الصينية العسل دي معانا ازاي. دلوقتي انا معايا كيلو بدنجان. الكيلو ده انا قشرته وسبت كده فيه ايه كام قطعة كده خطوط سودا، يعني اللي هو من القشور من القشر بتاع البدنجان، علشان يعني يدي منظر حلو في الصينية. ولو ان الناس بتضرب يعني وبتاكل ما شاء الله، ما فيش حد يعني بياخد باله، بس ماشي. المهم بقى السر في ان البدنجان بتاعك ما يشربش زيت، انك تقطعي البدنجان بالطول زي ما انا عملت، شرايح سميكة شوية تبقى ملحمة كده حبة، عشان لما تتقلي تطلع طعمها حلو وما تبقاش ناشفة معاكي وتحسي بطعم البدنجان معاكي. وغرقي بقى ملح زي ما انت عايزة. دي بقى حطيه كده على جنب لحد لما البدنجان يعرق وينزل المية بتاعته، علشان خاطر ايه ما يشربش الزيت بتاعه. ودلوقتي جبنا طاسة وحطينا فيها اللي هي بقى البصل بتاع اللحمة المعصجة يعني. دلوقتي انا حاطة نص كيلو بصل مفروم. تقدري تبشريه برضه او تقطعيه ناعم، وتقدري تقللي او تزودي. انا يعني بحب البصل وخصوصا في اللحمة المعصجة. معايا نص كيلو لحمة، حطيت عليها نص كيلو بصل. دلوقتي نزلت بالبصل بس لحد كده لما يدبل شوية. اللحمة بتاعتي كانت في الريزر. انا اسفة معلش. عشان كده هي طالعه لونين، كانت مجمده وانا حاولت ان انا ايه افكها يعني قدر الامكان. ففي جزء اتعرض للهواء اللي اصبح لونه بني، والجزء التاني اللي هو ايه اللونه فريش اللي كان جوه ده. المهم يعني نزلت عليها بالبصل واحاول ان انا ايه اخلي كده اللحمه تفك شويه مع البصل. شايفين الكرمله اللسعه اللي في البصل دي اللي بتحلي العصاج اصلا. دلوقتي بصي اللحمه بتاعتنا كده فكت وبقت زي العسل. نزلت كده ايه بكام فص كده مستكه. ندلع بقى اللحمه العصاج بتاعتنا وندلع صينيه المسقعه بتاعتنا. معايا انا حبه 7 بهارات وعليها زياده شويه جوز الطيب. تمام. خدت حوالي تلت معلقه وتلت معلقه ورق لوري مطحون، ونص معلقه فلفل اسمر كده، معلقه ملح، ونص معلقه بهارات 7، ونص معلقه ورق لوري، وكم فص مستكه لو عندك. تمام كده خلاص. هنقعد بقى ايه نشوح في اللحمه بتاعتنا. طبعا انا لحمتي عجوزه شويه، فنزلت عليها بتلت كوبايه ميه، بحيث ان برضو ايه ان اللحمه كلها اتاكد ان خلاص ان هي استوت، وتاخد وتدي كده، واساعدها ان هي تنزل بقى الصوص بتاعها ده وتندمج اكتر مع البصل. وهنا بقى معايا حبه فلفل الوان ماشي مقطعه هنا حبه. انا خدت من كل حاجه بالظبط قرن فلفل حلو يعني. ده معايا فلفل اصفر واخضر واحمر. قطعت منه كام شريحة كده عشان بس الوش بتاعنا، والباقي حطيته في اللحمة. وبيحلي اللحمة وبيخلي طعمها مميز جدا. زي ما قلت لحضرتك تقدري تعملي ايه تبشري كوسة، تبشري بطاطس، تزودي الحشو زي ما انت عايزة. تمام. يلا بينا كده. كل ده احنا لسه قبل مرحلة قلي البدنجان. جينا بقى نعمل الصلصة. في ناس بتعمل الصلصة يا جماعة المسقعة اللي بالخل والثوم، بتتعمل بالثوم بس، بالثوم والكمون، وهي دي توابلها كلها. ممكن ذرة بس من الفلفل الأسمر. تمام. فعشان مش عايزين نخلط المسقعة الشعبية اللي بتتباع عند بتاع الفول والفلافل، اللي بنعملها في بيتنا مسقعة اللي بالخل والثوم، مش بيبقى فيها لحمة، بتبقى عبارة عن بدنجان وبطاطس وفلفل. وممكن أنا عن نفسي بعملها بالبدنجان بس. تمام. وبتطلع تحفة وبالخل والثوم، ولها طريقة تانية غير الطريقة دي. دي بقى اللي بالبصل وفيها كده فص ثوم مطحون.
دي اللي باللحمه المفرومه. دي اللي ممكن تعمليها بشاميل، تحطي البشاميل تحت الجبنه زي ما حضرتك هتشوفي، وممكن تاكليها بالشوكه، تاكليها بالمعلقه، تاكليها على رز، تاكليها بعيش ناشف، زي ما تحبوا. انا هنا اوريكم. بصي البدنجان طلع عرق، نزل ميته، والميه السودة دي اللي نازله من البدنجان. دلوقتي هغسله تحت الحنفيه واحده واحده، بحيث اني اطلع كل الملح منه وهي الصلصه بتاعتي بتتسبك. تمام. صلصتي نزلت فيها بقى بعد ما شوحت البصله والثوم، نزلت عليها. ممكن تنزلي عليها بحوالي نص كيلو طماطم في الخلاط، يعني عصير طماطم، وممكن تنزلي عليها بصلصه زي ما انا عملت. عفوا. خلاص. وحطيت لها نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه كمون، وظبطت الملح بتاعي وبس كده خلاص. هنا بقى بصي، هنا حطيت حبه زيت في طاسه تيفال او اي طاسه عندك. عايزه اقول لك لازم تنزلي بالبدنجان في زيت حامي. البدنجان والله العظيم الزيت ده يعني ما تشربش لحد لما انا اتخلصت منه وهو ما تشربش. شايفه قطعه البدنجانه ماسكه نفسها، مش اللي هي ايه، طريه كده وشربانه زيت وشكلها كده مش لطيف. البدنجان بتاعك لو هتحطيه في المسقعه لازم تخليه فاتح عشان يبقى شكله لطيف، ولما تيجي تغمسي منه او تيجي تقطعي منه بالمعلقه يطلع معاكي كده ملحم وفيه طعم. وبرده المقلوبه لما تيجي تعمليها لازم يكون البدنجان باللون الحلو ده. حاولي ما تغمقيش اكتر من كده. ممكن تفتحي سنه لانه لسه هتحطي عليه الرز بيغمق. تمام. وهنا بتحط عليه الصلصه برضو، تحسي ان انت بتاكلي بدنجان، تحسي بطعمه. هنا بقى شرايح البدنجان هترصيها. جبنا البايركس بتاعنا او اي صينيه، حطينا فيه معلقتين صلصه من الحلوين اللي احنا مسبكينهم، وتحاولي ترصي البدنجان بحيث انه ياخد قاع الصينيه. حتى لو هنحط بشاميل مش بنحط بشاميل في المرحله دي. هنا بقى تحاولي تغطي بقى قطع الفراغات. طالما عندك كميه بدنجان بتقسميها كده بعينك زي الرقاق، زي اللازانيا كده يعني. المهم تغطي القاع شويه، وهو كده كده مش هياخد كله على بعضه ربع ساعه بس في الفرن. هنقسم كميه البدنجان، وممكن تحطي مثلا التلتين تحت والتلت بس فوق، وبعد كده هنشوف هنعمل دلوقتي. خلاص. احنا لسه عندنا الطاسه اللي هنحطها على وشها، على وش البدنجان لسه شغاله معانا. ودلوقتي هجيب اللحمه بتاعتي اهي، بقول لكم اهي اللحمه بالصوص اللي فيها ما شاء الله، وهنزل على البايركس بتاعنا. هغطي البدنجان، وما شاء الله طلعت كميه اللحمه مناسبه جدا. وعايزه اقول لكم ان انا هوريكم دلوقتي الصينيه. ما شاء الله البايركس الطويل العريض ده كله اخد ربع كيلو لحمه بس، يعني اخد نص الكميه اللي معانا، وكلنا وشبعنا ولسه في البايركس والله العظيم. يعني البركه من ربنا عز وجل. وشلت كمان ربع كيلو لحمه بالفلفل الالوان. بصوا، شلت كمان ربع كيلو لحمه زي دي، كميه زي دي بالفلفل الالوان زي ما هي. ممكن بقى اعمل بيها سمبوسك، اعمل بيها صينيه مكرونه بالبشاميل، احطها في اي طاجن انا عايزاه يعني. هنظبط لها يعني اكله كده ان شاء الله. هنا بقى حطيت اللحمه بتاعتي وسويتها كويس على البدنجان. نزلت عليها بمعلقتين صلصه، تقدري ما تحطيش صلصه خالص. بصي بوريكي الزيت نضيف ما شاء الله، ولا عفرت بقى البدنجان بدقيق ولا بنشا ولا الكلام ده خالص. بدنجان بصي، شايفه قلب البدنجانيه بيضه ازاي. انا بصي قسمتها، بصي بوريكي ان هي بيضه وجميله ازاي ما شاء الله والله، وطريه وحلوه. والزيت بتاعنا ما تشربش زي ما قلت لحضرتك والله. خلاص. رصيت هنا بقى البدنجان بتاعي اللي طلع من الطاسه فوق وش اللحم. جبت هنا برضو جزء من الصلصه، عشان الصلصه اللي انا عملتها برضو تعمل لي ما شاء الله بايركس تاني، يعني صينيه تانية زي دي. برضو نشيلها لتفريزات رمضان، نشيلها لاي طبخه تانية. ظبطناها، مكترناش الصلصه قوي عشان لما تيجي تغمسي بالعيش، العيش بتاعك مش يبقى بايش كده ويضايقك في الاكل. تمام. وبرضو يبقى فيه حبه صوص، بحيث لو انت بتحبي تاكلي المسقعه دي على الرز هتاكليها ان شاء الله باذن الله تعجبك يعني. يبقى فيه صوص يتحط على الرز. عفوا. هنا بقى حطيت حبه جبنه، وبرضو الجبنه دي اختياري. تقدري تحطي بس صينيه المسقعه كده وتروحي جايه حطاها في الرف اللي في النص. انا نزلت الشبكه اللي هي اول درجه من الصاجه بتاعه الفرن،
وقعدت ربع ساعة وبالجبنة كده زي ما هي وخلاص، وطلعت ما شاء الله لان كل حاجة فيها مستوية. خلصنا كده خلاص الصينية المحترمة. وبصي ده اللي اتبقى بقى وشيلته في الفريزر. شايفين بقى؟ دي بقى فايدة انت تعملي الحاجة مرة واحدة وتريحي دماغك. ودي برضو الصلصة تعمل بايركس تاني وزيادة كمان. بصوا بقى الجمال، شايفين؟ ده بقى المنظر وهو لسه طالع من الفرن. حاجة كده تستاهل بقكم، نظافة وتوفير. لو عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا، ما تنسوناش بقى في اللايك والسبسكرايب.